مساء الخير أصدقائي صديقاتي. الحقيقة اليوم أني يعني بلغ السيل بي الزبر. ودي أحكي لكم عن أكذوبة الشريط المفبرك عن مسبة سيدنا محمد. أنا مجعد أصلا شان والكذبة الكبرى أنه واحد من مشايخ الدروز أو درزي طلع فيها. طبعا أنس الخطاب عم بتذاكى تذاكي غبي، عندهم مشكلة مع الشيخ الهجري، وعندهم مشكلة مع تمرد السويدة، وما مش راضي يحل عن رب السويدة. يعني أنا قديش نصحته إنه يا أخي اتركهم هم لحالهم، شلون بيظبطوا الموضوع بكذا إلى آخره، شلون أنت لا تتدخل. أنا ماني ربيها بين دروز وبعرف جماعتي الجماعة، يعني عايش بيناتهم. وفجأة صور بثلاث أيام طلعت هاي دعاية شو اسمه مخلوف. طبعا أنا ما اقتنعتش فيها، لأنه مخلوف بكذب وكذا وبيحلم، بس يعني معقولة؟ وبعدين مو طلع بصوت وصورة، بالعادة بطلع بصوت وصورة، يعني طالع بيان حط بوست على الفيسبوك. أنا ما اقتنعتش فيها. قلت الشباب بجوز متحركشوا في شغله صايره، شلون في بدهم يخوفوا، بدهم كذا، خايفين من شغله، حدا مخبرهم في مؤامره الى اخره، بدهم يستبقوها كذا الى اخره. لكن لما طلعت هاي قصه شيخ درزي ولا مدري شيء، كمان نفس الشيء، شلون تصويت صوتي، ما في لا صوره ولا فيديو ولا كذا الى اخره. انا بعرف الدروز لا يمكن ابدا يغلطوا علنيا على سيدنا محمد، ما هو اصلا جزء من رسالتهم. وبعدين يعني حتى يعملها واحد بده يكون مجنون العاده، يعني بده يكون مجنون. اول شيء قاعد بيناقض هو الدين التوحيد، شلون بيسبوا اهانه شو اسمه سيدنا محمد. واثنين الدروز بهالشغله ما بيقربوا عليها، مستحيل. لا عملوها من زمان ولا بيعملوها اليوم ولا راح يعملوها المستقبل، فأنا ما اقتنعت فيها. لكن فجأة أنا مش غبي، يعني بتفرج على يعني صرني عمر بالسوشيال ميديا، بعرف المواقع المشبوهة اللي بلشت تتناقل هذا الشغل. فأنا عرفت إنه هذا أنس الخطاب. فأنا بدي أفهم شو السبب، يعني إنه شو المعادله مع الهجري، شو اللي وين خبطت المعامله مع الهجري؟ هل سليمان عبد الباقي وبلعوس وكذا الى اخره، يعني صار عليهم خطر او مدري شو يجينوا بدهم يخوفوا ورعبوا الهجري وكذا الى اخره؟ فقاعد بتفرج شلون انه وين بدها توصل. وبلشت انه جرمانه وصحنايه. يا اخي اذا مشكلتك انت ليش بلشها من جرمانه وصحنايه؟ ما يعني ما مش نظيف العمليه، شلون بلشت جرمانه وصحنايه. طبعا لما بدهم يشوفوا دروز السويدة انه في غزو على صحنايه، يعني بسبب مفبرك، شلون فبدهم يخافوا طبعا، شلون ودروز الدروز بشكل عام بحسوا ببعضهم. فالمقامره هاي مهما كان اسبابها، المقامره هاي كانت اكبر ما بقدر الخطاب يبلعها، لانه واضح. يعني نتنياهو قال لهم لا تقربوا على السويدة، ما تقربوش على الدروز. فاذا هم عاندوا بدهم يقربوا على الدروز، معناته طيب مين اللي شادين ظهرهم؟ مين؟ ولا انتحاريه العمليه وغباء؟ عما يبدو انتحاريه وغباء. نفس الشيء قصه شو اسمه شو اسمه الفصائل المتمرده مدري ايش اللي بتهاجم قاعده السويدة مدري ايش. عمين الضحك خالد، عمين الضحك. هذول جماعه الشرقيه وجماعه مدري مين وجماعه مدري كلهم جماعه هذول لازم يكونوا كانوا بالجيش الدفاع بالجيش السوري، على اساس انضموا للجيش السوري. التذاكي هذا تبع خطاب وتبع معلم وشون الشرع وكذا الى اخره، ما حد ينطلي على حاجه. يعني بصراحه الواحد يعني بده يشرب فنجان قهوه وما يرد، ما ينفعل، شلون حتى يقدر يشوف
السمن من العسل، السم من العسل. شلون؟ فعمليا المغامرة كانت تافهة، ومغامرة ولعت بوجهك أنس خطاب وأحمد الشر. واليوم أنت بتدفع من ثمنها من إهانتك على يد نتنياهو. أنت ما كنت بحاجة للإهانة على يد نتنياهو، مش بس إحنا كلنا سنة سورية، وأنا ملحد بس أصلي سني. اليوم بلشنا نفقد الأمل منك، يعني ما فوتنا إلا بالعيق مرة ثانية ثلاثة أربعة خمسة. وبعدين التعامل هذا بالعنف والتعامل بالفوقية وبالقهر شلون مع سوريين مثلي ومثلك. لأهمية هذا بتظل، يعني ما فهمت. يعني مثل ما قال الشيباني، احنا رهائن حررناهم، ما بسأل الرهينة، ما بتسأل يا أخي. بدنا نسأل وين رايح؟ ولا عقوبة ارتفعت عندنا، ولا شغلة بتبشر بالخير. صار لها 5 أشهر 6 أشهر تقريبا. ما في إلا كل يوم نطلع من مشكلة بنطلع. بدي أفهم لا ايمتى هاي المشاكل هاي؟ يعني ما فيش ذكاء حواليك انت يا احمد الشرع، ما فيش ذكاء حواليك الناس تتجنب الوقوع بالمصايب. لما بدنا نظل نقع بالمصايب ولاسباب تافهه. وبعدين شوف مشكلتنا مع الكراد طلعوا هذيك اليوم قالوا بالمؤتمر تبعهم، قالوا شغلات فيها نتناقش عليها، رفضوا كلها. ليش؟ كما بدنا نحارب الكراد؟ ليش بدنا نحاربهم اذا في شغله بدون حرب؟ ما فهمت ليش فرض القوه. واليوم اذا اوكي خجلانين من الاتراك، هاي الاتراك اليوم اندقينا احنا ولا رفعوا ولا كذب. هذا تبع شو اسمه عمينا GPS وكذب تبع فاتت الطيارات وكذا الاخير. نعرف احنا هاي كلها اكاذيب الاخوان، مواقع الاخوان المسلمين، مواقع المتاسلمين. يبغى تكذبوا لوين؟ هاي شايف العالم، مش الطيارات التركيه اللي بتسمى سوريا، طيارات اسرائيليه. فاني هسه بدي اطلع بس مشان افهم البجم اللي حاكميننا هسه اليوم انه احنا معناش غبي، الشعب مش غبي، واحنا شايفين شو عم بصير وبلشنا نفهم اللي عم بصير. وهاي المكر والخداع هذا تبع الشريط سب محمد ومدري يعني اكاذيب، يعني عيب عليكم وانكشفتوا بالاخير. يعني ما انا بقول لك من عندي، اني ما في درزي بسب على سيدنا محمد، كذبه طلعت. بس العقل المتدني، العقل الغبي الامي اللي ما قرأ حياته الا القران، شلون تفكر الناس كلها جحاش ومفكر الدروس راح يخضعوا. يعني انا ما فهمان دروس تاريخ معروف، ما بخضعوا غير لرب العالمين ولا حتى لرب العالمين. جنان هذا على ايش؟ ما فيش حدا بدلك، ما فيش حدا قاعد معك بنصحك، ما في. كل الناس اللي بتفهم شلون بعدتم انتم موظف السلفيين كليات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واحذروا احذروا احذروا، والله احنا مراقبين. وهسه اخر لحظه لك، اخر فرصه لك، اذا جاء ترامب على السعوديه وما رفعت العقوبات او ما صار تحسن بالوضع السوري، غير هيك تكون فشلت انت فشلا كاملا وهائلا وشاملا، والله لا يوفقك سعادتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم معشر السلفيين الواطيين. نلتقي قريبا.